النهارده حصل حادث مروع في ناصية عزبة معروف. الحادث ده بيحصل كتير قوي، بس المرة دي لما حصل كان صعب ان هو يتصدق. 2 ما عندهمش اي قلب، مفيش في قلبهم رحمة. دخلوا على محل مشهور في العزبة وسرقوا كله، يعني ما خلوش حاجة. بس احنا مش جايين عشان يعني نتكلم في الحاجات دي، احنا جايين عايزين نعرف هم عملوا كده ليه، ايه اللي يجبرهم على كده. هنشوف مع بعض كلنا. دخلنا اهو جوه وهنشوف بقى رئيس المباحث. تعرف حضرتك؟ مع سواء رئيس المباحث احمد جمال. احنا جايين تهيئ في الخير وعايزين نعرف هم عملوا ايه. الحكايه ان احنا كنا في صباح اليوم الساعه 9 جالنا بلاغ من محل حمودي كاكا. جالنا بلاغ ان اتسرق من عنده شويه شباسي وجبن شباسي اللي هي شماسي ولا شيبس حضرتك من ابو جنيه، وخدوا كده شويه حاجات حلوه بقى جنبها بقى اللي هو ايه نايتي والحاجات دي. عارفه انت حضرتك شويه العيال السرسجيه دي اللي هم بتوع الشباب. المهم احنا طبعا اول ما جالنا البلاغ ده اتحركنا على طول وقمنا بالواجب بتاعنا ولمينا الفرقه بتاعتنا ونزلنا وقمنا بالتحريات. ولما رحنا المكان طبعا يعني الاول عرفنا مين الشباب اللي بيقعدوا في الحته دي. سالنا وعرفنا ان في 2 متسولين هناك معروفين ان هم دول اللي بيسرقوا اي حاجه هناك، اي مصيبه هم اللي بيعملوها. طب نقدر عشان الاستفاده اكتر بس ماشي. اساميهم ان في واحد اسمه محمد الشهير بشندويلي، وواحد تاني اسمه احمد، وده اسمه شربيني. احنا طب ممكن نعمل لقاء معاهم؟ بص، هو انا يعني تعبت كتير عشان اخد لكم القرار ان انتوا تقابلوهم وتدخلوا كاميرا جوه، بس حضرتك يعني احنا بنشكر كل القوات المسلحه. لا طبعا تسلم الايادي، طبعا يعني تسلم الايادي. نقدر نشوفهم؟ حاضر يا باشا. تعرف بيك؟ عبد الرحمن الشندويلي. وانت؟ محمد الشربيني. انت عمرك كم سنة يا شربيني؟ 16 سنة. 16 سنة. وانت عمرك كم سنة؟ 13 سنة. انتوا بتكذبوا؟ احنا مش كدابين، دي الحقيقة. احنا حرامية بس ما بنكذبش. انت معترف ان انت حرام؟ لا كده. انت دلوقتي احنا كدابين مش حرامية. يعني بتكذبوا عليا. ما علينا. انتوا عارفين انتوا متهمين بسرقة محل كامل؟ معرفش. ما حصلش، مش هصدق غير لما اشوف. متصورين، كان في كاميرات صورتكم. مش هصدق غير لما اشوف وكيل النيابة. بتشوف قدام وكيل النيابة. انتوا خلاص انتوا مضيتوا ان انتوا سرقتوا وشربتوا اللبن كله. وكيل النيابة. انتوا كلتوا. مش هصدق غير قدام وكيل النيابة. ما كلتش. مش هاكل غير قدام وكيل النيابة.
بس ده لقاء يعني الناس عايزه تعرف برضه انتوا ساعتوا كده ليه؟ ما سرقناش. انا هعترف قدام الكاميرا، احنا كنا فقراء وجعانين، كان كل احلامنا في حته جبنه فلافنكا قد كده، ما كناش لاقيين الفلافنكا ده ما يدكش دافع ان انت تسرق محل كامل باللبن بالزبادي انا اكلت النايتي بس، هو اللي دخل على 200. لا والله اكلتش حاجه، هو بس شرب لو لبن. لو في شنطتك اكياس شيبسي كمان. مش عارف، ما اعرفش انا حاجه، ده السوساري في الشنطه بتاعتي. انت انا ما كانش انا معايا عايز اقول حاجه شنطه. بس، حضرتك بتكلمي مين؟ انت بتكلمي ده اتنين متهمين حضرتك، انت مش فاهمه يعني. انت حضرتك معلش انا مش عارف اوصلها لك، حضرتك مذيعه بتقعدي على الكراسي وبتحط لك مكياج فمش هتفهمي، مش هتعرفي تتعاملي مع الناس المتهمين دول. امال انا ايه شغلتي حضرتك؟ والله احنا كنا عايزين نتطلع عشان نعرف. ما حضرتك سالتيهم قعدوا ايه؟ قعدوا يلعبوا عليك. طب يعني ايه معلش يا الاول؟ باشا، طب انت ايه؟ طب اسمك ايه؟ اسمك قول ايه؟ لها اسمك يا ابني. انا اسمي احمد. اتفضلي حضرتك. قال لي عبد الرحمن الشندويلي. لا ما اسموش عبد الرحمن، حضرتك دول معهمش بطايق، معهمش عندك كام بطايق سنة؟ اصلا. عندي 24 سنه. ايه ده؟ وانت عندك كام سنه؟ 22 سنه. اقفل يا ابني. طب زي احنا ما عايزين قلت نعرف. زي ما قلت لك احنا الفقر هو اللي عمل معانا كده. زي ما قلت لك ان احنا اللي سرقنا. لولا الفقر ما كناش هو سرقنا. واحد بيقول لك فقر والتاني بيقول لك سرقنا. لولا ان احنا فقرانين ما كناش سرقنا عم محمود كوخ. احنا كنا بنحب عم عم محمود. حمودي احنا متربيين معاه وهو اللي مربينا. ده يديكوا دافع ان انتوا تعوروه. مش انا اللي قتلته والله، مش انا. وربنا ما اللي قتلته المصحف. هو مع هو ده يعني اللي دخل عليه مع الموت الاسف وقتل. ليكوا ان هو ما ماتش، ان هو اعترف عليكم كمان ان هو ما ماتش. والله ما اللي يا ابني انت قايل في التحقيقات ايه يا ابني؟ انت اللي عورته. هو يا باشا اللي قايل. هو اللي قايل. هو اللي غزه يا باشا، ضربه بالسنجه. انتوا عارفين انتوا خلاص هتتعدموا، نهايتكوا خلاص. لا مش هتتعدل. احنا عايزين نوصل صوتنا. انتوا ماضيين على كده. لا التحقيقات عندنا، الحاجات اللي سرقوها هي موجوده. ثانيه واحده. ممكن عايزين نتطلع. نوصل صوتنا لفريق بص حضرتك، عبد المجيد السيسي. للساده المشاهدين احنا ما قلناش غير كده غير من الفقر بس. طب يعني انت مش عايز توصل رساله؟ هو يا ابني باشا ولا هو. انا عايز اقابل سياده الرئيس، وانا كمان. بقولها قدام الباشا، وعايز اقابل سياده الرئيس. انت تعرف يا ابني مين الرئيس بتاعك اصلا؟ عايز اقابل سياده الرئيس. مين؟ طب سياده الرئيس. هو واحد لو قلت سياده الرئيس مين انا هطلعك دلوقتي من الحبس. ما اعرفوش يا ابني، مصحف معاه. اتفضلي حضرتك. انا عايزه بس يعني اوضح للمشاهدين ان الاشكال دي حضرتك بتكلمك دلوقتي وهي مترمله، فيعني بتكلمي في مين؟ متأملة؟ يعني ايه متأملة؟ ترمدول حضرتك، انت مش عايشه في الشارع ولا ايه؟ ده بس انا بعرف اتعامل مع يا باشا، النوعيه اللي ما زي بناخدش دي. ما بناخدش مين ده؟ ما بناخدش الحاجات دي يا مين باشا. ده يا حبيبي؟ احنا الطب الشرعي عليه. مفيش طب شرعي. ازاي مفيش طب شرعي؟ الطب الشرعي يعرف اكتر مني يا باشا. انا هعرفك. حضرتك بس ما تطلعيش دي في الصوره بس. احنا بناخد برشام زي ايوه ما يا الباشا باشا. ما بيقول. زي ما كل الباشا يقولوا احنا بنعملها يا باشا. طب انتوا كلمة أخيرة طب للسادة اللي هيشوفوكوا دلوقتي، عايزين كلمة أخيرة بس هنقول تطلعكوا براءة. هنقول يا رب، يا رب. ما عندناش غير ربنا. ما هو رب، ما انتوا مش تسرقوا وتقولوا يا رب. يا ابني انت سارق اكياس شيبسي يا ابني. احنا بنطلب دي مسؤولية رأي عام. احنا بنطلب من عم حمودي كاكا انه هو يسامحنا. بنقول له سامحنا يا عم محمود. سامحنا عم حمودي ويتنازل لنا عن القضيه دي. احنا مش حملها يا عم حمودي. وانا هدفع لك حق النايتي. وانا يا عم حمودي هدفع لك حق كيس اللبن. أنا مش دي طبعا طبعا لازم يتمسك قدام الكاميرا. زي ما انتوا شفتوا مش باين لها أي حاجة. يعني اتنين سرقوا أكياس شيبسي ونايتي ولانشون وفلافانك زي ما بيقول. بس احنا كلمة أخيرة بس للسادة المشاهدين عنهم هم. الاشكال دي ما يتقالش عنها حاجه طبعا. طب الأشكال دي عايزين معروفة نعرف يعني. بيتحبسوا في ايه؟
بتقدموا اكل ولا لا؟ قبل طبعا حضرتك بتقدم لهم. قبل. أنا استنى بتكلم بس مع حضرتك. صورة بس معاك. صورة ايه يا ابني؟ انت هتهزر معايا ولا ايه؟ انا بناشد الناس اللي في المناطق ذات نفسها ان هم يحاولوا يوصلوا لنا البلاغات عن الناس دي عشان نجيبها قبل ما تحصل اي مصايب. انا بقى هنا بيجي لي المجرم حضرتك بعرف اتعامل معاه كويس جدا. بس يعني وخلاص بقى يعني. طب في النهايه ما وصلناش لحاجه مفيده. حضرتك بس هو الحلقه دي هتتذاع امتى عشان اقول العيال بس؟ ان شاء الله دي مش حلقه، امال ايه؟ دي تنزل على حساب الفيسبوك الرئيسي منتخب مصر اللي الدولي. هو يعني خش على ايه طبعا عشان نتفرج عليه. اقفل يا ابني التليفونات. ما علينا، باخدهم شويه يا ست التلفزيون. وفي النهايه هم هيتعزموا خلاص. وللاسف سلخ ولا دم؟ هم بعد ما هيتظبطوا هنا في الاسم بعد ما يفسحوا بعد ما يخلص الليله دي كلها هيتحاكموا ان شاء الله وفيها اعدام ان شاء الله ان شاء الله. وبنقول للعم حمودي كوكا حقك رجالك يابا. واحنا الحاجه عندنا هنا اهي متحرزه وهنرجعها ان شاء الله. والله انا بشكر رجال الشرطه الشرفاء النظفاء الطيبين ان هم رجعوا له حقه يعني بعد ده كله، وحق الراجل رجع برضه. مش عارفين نقول ايه يعني. بشكر كل من حقه ساهم. حضرتك صور حضرتك. بشكر كل من ساهم في حل مشكلة الشربيني والشندويلي للتبرعات للناس اللي في الأماكن دي اللي عايزينها. اتصلوا بيا كمان أنا شخصيا 031 1